مالك يا جنابوي وشك بقى صغير زي ده ها؟ اي دنيا زايله يا ابراهيم. يا ابراهيم بقال معلقه رجعت خورسيان ولا يا لسه؟ بقال امبارح كنت ما شاء الله ناير ومنوره. يا بقال انا جايب لك انسولين يا بقال، جايب لك معي انسولين. لا لقيت الحمد لله. طيب رايك شنو عصايتك قاعده في القصر المها لك جاي راجع ولا ما جاي هنا؟ لا شيلوها معاكم، كل شيء شيلوها معاكم والله يا جماعه. يعني ما عندك نية جاي راجع يا بقال؟ لا تاني ما جاي نهائي. الله يديك الصبر يا بقول. لا عليك الله تعالى يا لا ما جاي والله. الله يديك الصبر يا بقال. والله يا جماعه والله بقيت عامل زي المعلقه يا ابراهيم بقال. ما هكذا الدنيا مشكله وين يعني يا معلم. والله يا بقال يا بنت الشكري تعالي الخرطوم، يا بنت الشكري تعالي القصر، وانا قاعد الان جوا القصر يقنقر، قاعد في مكتبك انا. سنتين وكنت انا قاعد ما قاعد. يا السيد بغال، السيد ابراهيم بغال، انتوا انسحبتوا تيكي ولا عرضتوا بصراحه كده؟ قلت شنو؟ انسحبتوا تيكي ولا عرضتوا؟ مالك ما ترد؟ رد كان تقدر. انسحبت تيكي ولا عرضتوا بصراحه كده؟ رجعت خورسيان في الفاشل يا بغال ولا مشيت وين؟ يا بغال انا والله يا جماعه هو ما حيرد، لكن انا عندي سؤال للمفترس. يا المفترس لا كيف ما يرد يا اخي؟ ده زول والي يا اخي. المفترس كيفك يا حبيبي؟ ان شاء الله طيب. تمام والله بارك. والله انا درست السؤال. حسي الزول ده لو مثلا انا زول في السياسه كده ما ضليه، لكن انا بقول الزول ده لو سلم نفسه تمام وحاول انه يعني ممكن الناس تغفر له. ايوه زول السيد القايد ده زي ما قال السيد القايد، الحين مع السيد القايد. هسه ابراهيم بغل زول ولدنا وزول كوس، وانا شهد له والله زول كان عنده موقف يا جماعه. الزول ده زول ولدنا لو جاء مصه في حله حيخش القصر الجمهوري وحيصور مع البرهان وحيصور مع الكباشي وياسر العطا ومع علي كرتي ذاته، لانه الزول ده ولدنا يا جماعه. زول ولدنا، زول متعلم وزول فاهم. والله دي حقيقه نشهد له والله. ممكن ولدنا يا مفترس. ايوه زول ولدنا ونشهد له والله. والله يعني الزول ولدنا وعنده عمل حقه وزنيه يعني. والله جد فكر في الموضوع يا اخي ما تقول المصباح يا مفترس، تقول المصباح قول له يا زول انا داير بغال ده يسلم وتتوسط له وتشوف الحاصل شنو. لا يا جماعه يا السيد ابراهيم بغال فرصه عنده زول صحفي، زول مشهور وزول صحفي وزول علامه وزول متعلم وزول فاهم. والله العظيم يا جماعه انتوا هذا الكلام ده خلوه. الزول ناسي لو جاء اسحبه بس كلام السيد القايد. ابراهيم بغال ده من الشخصيات المؤثره. انت قال لك تعمل مقاوين ولا شنو؟ والله يا بغال والله جد عشان يحشدوا بيه. ايوه عشان يحشدوا بيه. لا يا جماعه دقيقه مفترس. الزول ده يا جماعه نبذ السيد القايد البرهان، ونبذ السيد القايد ياسر العطا، والسيد القايد الكباشي، والسيد القايد المصباح. انا نبذ يعافيه، والمصباح برضه قال عافيه، لكن السيد القايد البرهان ما بيعفى له ولا بيجي. انا عندي فكره. ما في له عفو. انا عندي فكره. يمشي برسودان اسمع كلامي يا شكري. قلت لي انا نبست البرهان ونبغى قايد العام ونبغى تاجر العجه وتاجر العفاش ونبغى حكيك على الشكري برضه صوره كده عشان كده شنو؟ زي ما قال اسمع الكلام ده يا المفترس. هي خلوني معه بس. قلت ما يقولوا والي. هو في ناس قاعدين في بورسودان لهم سنتين ونص ويقول لك هو والي لجنوب دارفور. جنوب دارفور ما شافه بعينه. وزول قاعد في بورسودان له سنتين ونص يقول لك هو حاكم لاقليم دارفور وما قادر يصل لاقليم دارفور ولا قادر يمشي اقليم دارفور، واقليم دارفور كلها محرره. فانا اكون والي للخرطوم من الخلا، اكون والي من الخرطوم من جيزان، اكون والي من الخرطوم من كردفان، اكون والي للخرطوم من اي مكان. مشكله وين؟ والي اونلاين مش ديلاك برضه ولا اونلاين وحكام اونلاين. يا بغال معلش بس انت انا السؤال ما تقاطع يا ابراهيم بغال انا اقول لك كلمه واحده عليك دقيقه شباب سمعتوا بس خلونا نكمل كلامي بعدين تقولوا كلامكم يعني. طيب انا سؤال واحد. انت قلت لي يا اخي غايتنا اسمع كلامي. قلت لي غايتنا ما غايتنا. غايتكم ده مرق زي السمكه دقيقه يا بغال عليك الله يسر رساله ابراهيم بغال. انت كنت قبل كده لما انسحبت الناس زي المهريه ديل والناس الجنيه ديل ما انتقدوا القادات اللي انسحبوا من شنو؟ ويتبلوا في الصالحه. لا انتقدوك انت بما فيه. احمد كسر ده ركبك قلبه عدله. احمد كسر ده بلاك وانت طلعت رديت له. احمد كسر ومعاه ثاني الفاضل منصور.
فاضل منصور ده ما انت عملت له فيديو عديل مع احمد كسره ده، انتقدوك انت، ما انتقدوا ولد المهريه كويس، انتقدوك على اساس انك انت ليه كيف ابراهيم بغا تطلع وتقول فيديو زي ده، وانت ليه تعمل فينا زي ده، وانت ما راجل، وانت موقفك شنو في الحته دي؟ ليه ما انتقدوا الغازات اللي انسحبوا ديل؟ ما انت قلت في فرق وفي الويه في الصالحه دي يتبلوا في الصالحه دي لو مرقوا كويس؟ ليه ما انتقدوا الناس دي؟ انتقدوك انت لشنو يعني؟ ما كان على الاقل يقول والله يا اخي ابراهيم بغا ده ما زول شخصي واحد، انت مزول مدني اعتبارك ومع الدعم والي ولايه الخرطوم قلت صح؟ معايا الحته انك انت يعني انا كفرت خلوك قعدت انا والله ابراهيم بغال ذاته وانا والله يا جماعه اللي مو مصدقين عشان انت زول فلنقاي ساي، انت لو واحد من اولاد المهريه ولو كان احمر كان على الاقل خطوا لك حراسه وادوك لاند كروزر 2025 تسابيح، التسابيح اللي كنت شفتها من الفلول دي سي محمد عمر الشغل شايل منك واحد علاه 2025 كرتونه كان على الاقل غيبوك ما يدوك لك بوكسي 82 ما كان يدوك بوكسي 82 كان يدوك لك وعربيه بورتر بتاعت مناديب بيشيلوا الباب البمبر وبيشيلوا كان يدوك لك بوكسي ولا صدق جديده يا عم الشربيت. الصوره لسه وراها عربيه بورتر يا المفترس، دي عربيه بورتر دايق بورتر بتاعت مناديب مبشر مشفشفين من واحد من المساقين بتاع اللبن ديل، مشفشفين ادوك لبن لسه كده بس حراري نادي ما وصلك، طلعت فيديو قعدت انا انتوا سمعتوني دار البغال وشك اقسم بالله كانك انت كنت في صحراء طايف في صحراء ليبيا دي لحد الان ولا استنجدوك ذاته، كان على الاقل طياره من طيارات عبد الرحيم ده ديل كان يجيك بطياره انت كوالي الخرطوم ولا عندك حرس ولا عندك ده بس استنجدوك يا مفترس. ايوه هسه الزول ده يمكن يكون ماشي يمكن ماشي سنبك الزول ده هسه لانه قفل الكاميرا لو لاحظت اليوم طلع في الطريقه دي ده بقال طلع في الطريقه دي. الزول ده ما قال نقطة مهمة يا المفترس، قال لك أنا والي الخرطوم أونلاين. طيب جنودك في الخرطوم منو الوالي اللي قلته حاكم أونلاين ده عنده جنود كانوا في كل الولايات، لكن ادينا جندي واحد الآن من الدعم موجود في الخرطوم، كيف تكون والي أونلاين؟ يا ود النيل شوف الناس زي ابراهيم بغال ده جايبينه تعمل به شغل يا اسمع، ما انت زول والي مش بيكون عندك طقم كامل يتحرس حرس كامل. هسه الوالي بتاع الخرطوم ده بيكون معاه حاميه كامله ماشيه معاه اي حته بتمشي معاه. انت الخرطوم الناس زي جدوا لك بابك الفلول دي اللي تعرضت من البيت، خشوا الفلول دي لقوا كريمات وديلكا وامره وريحه وحطوا دخان، لقوا ناس الكيزان ديل كيزان ذاتهم لقوا يوك خش بيتك ده كيزان، لقوا ايوه كيزان يا زول خش بيتك لقوا كريمات جوصير وهاردوير وليمون ما اعرف كريمات بتاع جلخ. انا زمان كنت بجيبها لحبيبتي من هناك كانت الجلخ باش والله العظيم كان انا كنت قلت الزول ده كان عنده بوتين في البيت ولا شنو؟ والله العظيم يعني انت يا ابراهيم بغال الحاجه اللي اثبتت لي انك انت انا زمان الصراحه لو قاعد اقول كريمات ما كنت مصدق، لكن لما شفت الجصير وتطوير قريب اولاد اهل الشكري ديل في سوق درمان كان ماسكين الكريمات ديل انا كان في رديئه بيمشي لهم نشيل منهم والله العظيم نشيل منهم كريمات. حبيبتي كان ساكن الاسكان بيجيب لها زوطير ده والله العظيم والله العظيم مصباح يعني بمشي نسيت انا مع الكريمات ما عارف شنو والله العظيم. فالحاجه دي يا ابراهيم بغال ما بتلقاها الا عند الكيزان والله العظيم ما بتلقاها الا عند الكيزان. جيت مع الكيزان ديل وثبتها وركزتها كان لقيت لك ليوه على الاقل. البرهان ده كان اداك لك رتبه بتاعت ليوه، ما انت ما قلت والله انت عارف يا جبتها يا جماعه جبت الزول ده قال ابو غولي والله يا ابراهيم بغال احنا نعمل لك واسطه معانا اخونا الشكري معانا اخونا ولد العربي وهبه يا جماعه دين دايرين نسوي لك احنا نعمل لك واسطه والله. وانت لما تعمل يا بغال يا والدعم انت ما في خير وما انت اهلك ما دايرين كيف ما برهان وكيف انت الدعم مقسمت للدنيا انت يا بغال انت ما منك خير اساسا يعني. لا لا يا هبه شنو يا جماعه يا هبه اي زول سلم يا سيد الوالي خلي بالك معايا انا اللي بنفعك انا اللي بنفعك مش انا قلت لك قسمت انا اللي بنفعك لا ما تقسم اسمع كلامي اسي انا في المنبر اسمع كلامي اسمع كلامي يا زول. خليه يا جماعه ده يتكلم معايا.